بسم الله ما شاء الله. أنا اليوم خرجت من منزلي، أنا في محل عطارة في بداية المدخل المحل. زي ما أنتم شايفين هيك في أنواع مختلفة من المكسرات. هم بحمصوا المكسرات أول بأول وبحطوها في صاجات زي هيك عشان تبرد. هون أنواع الفستق والبزر، هون البزر الأبيض، هون مكسرات المياسي المغلفة بنكهات الجبنة والبابريكا والمدخن. قسم آخر في عنا هون أنواع المباخر والزيوت العطرية، وعنا هون الشموع اللي بتصدر روائح زي الفراولة والكيوي والتفاح الأخضر، وأنواع عطور بتضاف إلى المباخر. هون عنا أنواع البخور، البخور اللي بيرتش رش، البخور اللي بندهن دهن، البخور القوامه دهني أو كريمي، البخور اللي بينوضع على الجمر. تشكيلة رائعة من البخور. هنا النوعية هاي بتكون فيها عودان من البخور بتولع عود عود. هون عنا في قسم آخر من المحل عنا هون طولات الروائح الشهية، مسك الطهارة، أنواع مختلفة من العطور. هون عطر القرنفل، الراوند، العود، عنا عطر الياسمين، عطور برائحة الكرفة، عطر برائحة الزعفران، اللافندر. عطور جميلة جدا موجودة في هذا المحل. هون أنواع من الشاي بتنشرب بس بتضاف للماء الساخن، أنواع كثيرة جدا. في بابونج وعسل، الشاي الأخضر، أنواع مختلفة جدا، زنجبيل، أعشاب عطرية، شاي أخضر محال، شاي أخضر مع نعناع. في عنا هون عشبة المورينجا. هون في القسم هذا إحنا هون في أكلات العصافير، شوفوا أنواع مختلفة. هون عنا أنواع البن، الأشقر والمحمص وسط والأسود. عنا هون أنواع الهيل، كل نوع وسعره مختلف عن الآخر. هون الهيل الفاخر وجنبه لونه زي ما انتم شايفين. هون سعره أرخص، مفتح شوي وجاف. هون أنواع مختلفة من البسكوتات والوجبات الخفيفة الجاهزة. زي ما انتم شايفين معانا هون هاي أنواع مختلفة من المباخر، بينحط في داخلها هون كمية بسيطة من البخور بتستخدم. هون أنواع الفحم، المباخر الجميلة ما أجملها. هاي تستخدم بالكهرباء، هون هاي بالفحم، هاي بالزيوت العطرية والشمع.
هاي نوع مختلف من المباخر. هنا بنحط الفحمة وبنضيف لها البخور، جميلة جدا. أنواع القهوة، أنواع الشاي. هون عندنا أنواع الحنة للشعر. هاي الحنة السريعة جميلة جدا وسهلة الاستخدام. وهي نوع مختلف من الحنة. هون عندي أنواع مختلفة من السكاكر موجودة في نفس المكان. هون عندي فواكه مجففة، المشمش، القراصية، الزبيب. هون مكسرات مالحة، نكهة دجاج، نكهة باربيكيو، نكهة جبنة. أتمنى الفيديو هذا يعجبكم. قولوا رأيكم في هذه الجولة الجميلة زي ما انتم شايفين. في نهاية جولتي في المحل اجت الموظفة وقدمت لي هدية عبوة من ماء الورد، آه، وباكيت من الحنة بتستخدم للشعر والأظافر. وزي ما انتم شايفين هاي هي هديتهم الجميلة، وشكرا لهم بعد ما تسوقنا. ربي يسعدهم. واللي بحب يعرف عنوان المحل، هاي هو المحل في الهاشم الشمالي، آه، اسمه باب مكة. بضاعتهم حلوة وجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.